في بنات كثير دائما اسمع لهم اقرا لهم يقولون انا شخص حظي سيء، انا وحده جميله بس حظي سيء، وهذيك بشعه وشينه وحظها زين في الزواج وفي الوفاء وفي الحب الى اخره. من وجهه نظري البسيطه انا ما اشوف الموضوع له علاقه في الحظ، هو الموضوع له علاقه في الرقابه الالهيه، في الرقابه الذاتيه لله. ممكن تكون بنت ما هي جميله ذاك الزود لكن مستوى مراقبه الله عالي في داخلها ومبتعده عن التغزل في اجساد الرجال والسقوط الاخلاقي اللي كلنا نعرف. ممكن بنت تكون جميله وما في شيء ينقصها لكنها مسبله النظر بزياده، تتغزل في اجساد الرجال وتحط صوره هذا وشوفوا هذا تشيز كيك وشوفوا هذا نوتيلا وشوفي هذا شوكولا، اللي تشوفونهم في الاكسبلور هذول لا حياه ولا كرامه ولا خوف من الله. يعني هذا كيف بيكون حظها جميل؟ كيف بيكون حظها زين؟ انا ما اتألى على الله، لكن كلنا نعرف انه على قدر نيه الانسان وغيبيته الله يعطيه ويرزقه. مستوى رقابه الله في داخلك عالي حظك عالي، مستوى رقابه الله في داخلك متدني حظك طايح يا عزيزتي. لا تقولين الحظ لا يطرق ابواب الجميلات، قولي الحظ لا يطرق باب من لا يطرقون باب الله ويستشعرون وجوده.